أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أجرى أقدام عباده على الأرض بحكمته، وبسط الأرض على ماء جمد بإرادته، ورفع السماوات رغم ثقلها بلا عمد بقدرته، ومن سلطانه وجبروته على الخلق جعل الرعد يسبح بحمده والملائكة من خيفته. رأيت الأرض في دورانها كيف تماسكت بكل ثابت وسائب. رأيت الشمس في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ثاقب. رأيت الرياح كيف سخرت فمنها الكريم ومنها المعاقب. رأيت الأنعام كيف ذللت فجادت بألبانها لكل حال. رأيت النحل كيف ارتشف رحيق الزهور وجعل الشفاء مشارب. رأيت النمل كيف خزن طعامه وهل للنمل كاتب أو حاسب. رأيت الطفل كيف التقم ثدي أمه دون علم سابق أو تجارب. إذا رأيت ذلك كله فاخشع فلا نجاة لهارب. وأصلي وأسلم على من ختمت برسالاته الرسالة، وفرح به الأرض والسماء بمولده. صلاة وسلاما على النبي الكامل والسراج الشامل صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والموقف المشهود. سيدي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا يا خاتم الرسل الكرام محمدا. بالوحي والقرآن كنت مطهرا، لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة من على وجه الثرى. صلى عليك الله في ملكوته ما دارت الأفلاك أو نجم سرى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم في هذه الليلة القرآنية الكبرى، والتي نكرم فيها فقيدة عائلات مشعل الأكرمين أهل الكرم والواجب، الأم الفقيدة الراحلة التي عاشت في معية القرآن الكريم، وعاشت في معية العلم والعلماء، عاشت الحياة بحلوها ومرها وصبرت على مرضها. كانت نعم الزوجة لزوجها ونعم الأم لأبنائها، ربت فأحسنت التربية، وشهد هنا الجميع لها بالخير. الله أسأل أن يجعل كل ما يتلى في هذه الليلة نورا يتقاطر على قبرها، وأن تكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة.
وقد جئنا بدعوة كريمة من رمز الأدب والواجب في كل مكان الأستاذ حسام مشعل، مشاركين الأسرة الكريمة حرم المرحوم الحاج إبراهيم مشعل، والدة الحاج سامي إبراهيم مشعل، حاج جلال إبراهيم مشعل، حاج محمد إبراهيم مشعل، حاج محمد إبراهيم مشعل، أستاذ أحمد إبراهيم مشعل، شقيقة الحاج عاطف مشعل، وعموم عائلات مشعل وأنسابهم وأقاربهم، يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل من يأتي مقدما واجب العزاء. ولقد استضفنا لحضراتكم علمين من أعلام دولة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي. شرفت بالعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمحكم الأول دوليا في مسابقات القرآن الكريم حول العالم الإسلامي كله، كروان الفجر والجمعة وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، وقارئ الساحات القرآنية العالمية الكبرى، قارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، فضيلة العلم الإذاعي الكبير القارئ الولي الشيخ محمد أحمد بسيوني. شرفت أيضا بنجم قراء محافظة الغربية وقطب التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، القارئ الذي شهد له كبار القراء بحسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة، صاحب الموهبة الكبيرة في دولة التلاوة، فضيلة العلم القرآني الشهير الشيخ محمد عبد الرحمن الخولي، شاكرا للهندسة الصوتية الشركة الكهربائية الكبرى العالمية، عمالقة قصور الضيافة المتنقلة والخيم المكيفة تحت إدارة الحاج عبد المنعم عبد العزيز المقيم بسبربي. انتظروا التلاوة على قناة المشمهندس أحمد أبو داود العالمية، وشاكرا لصاحب الصوتيات الشهير المشمهندس محمد فاروق. نبقى مع هذه التلاوة وفضيلة العلم الإذاعي الكبير القارئ الولي الشيخ محمد أحمد بسيوني، فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.
والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه
سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدير الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله يبسط الرزق لمن يشاء
والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت
أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يوعد إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. إن الله لا يخلف الميعاد. ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء فافز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء. في رحاب سورة الرعد ومع مواضع الكبار في دولة التلاوة عشنا واستمتعنا مع كروان الفجر والجمعة وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المحكم الأول دوليا في مسابقات القرآن الكريم حول العالم الإسلامي كله وقارئ الساحات القرآنية العالمية الكبرى قارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا فضيلة العلم الإذاعي الكبير الشيخ محمد أحمد بسيوني شاكرا للهندسة الصوتية الشركة الكهربائية الكبرى العالمية قصور الضيافة المتنقلة والخيم المكيفة مؤسسة الحاج عبد المنعم عبد العزيز المقيم بسبربين مصور الليالي العالمية قناة البشمهندس أحمد أبو داود أسرة الفقيدة الراحلة حرم المرحوم الحاج إبراهيم مشعل والدة الحاج سامي إبراهيم مشعل حاج جلال إبراهيم مشعل حاج محمد إبراهيم مشعل أستاذ أحمد إبراهيم مشعل شقيقة الحاج عاطف مشعل وشاكرا للأستاذ حسام مشعل صاحب الدعوة والواجب في كل مكان عموم عائلات مشعل وأنسابهم وأقاربهم شاكرين جميعا لكل القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية وعمد ومشايخ القرى المجاورة